السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما تنسونيش بقى الاول في لايك كده حلو زيكم كده قمر، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصل لها كل جديد. طبعا بصوا بقى الطبق ده جامد جدا. طبعا دي مسقعة، طريقة كده جديدة كده وسريعة جدا وسهلة، بدون زيت وبدون قلي، زي ما انتم ما شايفين كده. والطعم كان تحفة. مش قادرة اوصف لكم الطعم بصراحة عامل ازاي. طبعا كلنا بنحب المسقعة ومفيش حد ما بيحبهاش، ووصفة اقتصادية حلوة جدا جدا جدا. زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا عايزة بقى لايكات كتير، ودوسوا على كلمة الكل عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسونيش بقى في لايك قمر زيكم كده. بصوا زي ما انتم ما شايفين، طبعا البطاطس انا مقطعه مكعبات. بصوا انا حابه ان انا اوريكم. بصوا البطاطس اتقطعت معايا بسرعه ازاي. طبعا يعني كانت جميله. بصوا يعني انا حابه ان انا اقطع لكم حته من البطاطس عشان تشوفوها ان هي طريه. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول واقول لكم هنعمل ايه. هنا معانا بتنجان رومي. طبعا هقطعه مكعبات زي ما انتم ما شايفين كده. انا ما قشرتوش يا جماعه. زي ما انتم ما شايفين طبعا انا قطعته مكعبات. القشر بتاعه دوت على فكره مفيد جدا. تمام. وهنا معانا لحمه مفرومه دوت ربع كيلو. هنعمل بقى المسقعه باللحمه المفرومه. بصوا بقى هنقطع البتنجان طبعا مكعبات كده، وبعدين هنقطع البطاطس برضك مكعبات. ويلا اقول لكم هنعمل ايه. زي ما انتم ما شايفين طبعا اللحمه بصوا متلجه جامد قوي. وطبعا اللي بتحب المسقعه سبايسي تكتر الفلفل الحراق، اللي ما بتحبش السبايسي كتير تقلل الشطه. يعني ما تحطش فلفل كتير، ممكن تستبدليه بفلفل رومي، هيكون برضو طعمه جميل جدا. طبعا هنا جبنا معانا بصلايه وقطعناها. هنتبل البصلايه كده، هنخليها تدبل شويه، وبعدين هنقطع فيها زي ما انتم شايفين كده قرن فلفل سبايسي. طبعا انا حطيت تقريبا ايه دوت بس عشان خاطر ولادي برضو في ما بيحبوش الشطه. طبعا لما بتنزلي بقى الفلفل بتشم الريحه بتاعته جميله جدا. ما تنسونيش بقى في لايك حلو كده زيكم، ويا ريت تشيروا الفيديو لحبايبكم عشان قناتي تكبر بيكم. بصوا بقى انا نزلت اللحمه المفرومه وحطيت عليها على فكره يا جماعه كوبايه ميه صغيره عشان خاطر تفك. تمام. بصوا زي ما انتم ما شايفينها فكت كده. طبعا هننزل بقى بالبتنجان. طبعا في بقى كتير هيقولوا لي ايه ده، ازاي كده ننزل بالبتنجان من غير ما نقليه؟ لا ده كده وصفه جميله جدا جدا، وكانت طعمها روعه. يا ريت تجربوها هتعجبكم قوي قوي قوي. ده بقى حطيت ايه قرن فلفل حراق بقى اللي هو الاحمر بقى السبايسي. حطيت واحد تاني. بصوا هنقلب بقى كل المكونات دي ببعضها. وهقول لكم بقى هننزل بالبطاطس امتى. طبعا في بقى بيعملوها لو انت حابة تعمليها من غير لحمة مفرومة، عادي اعمليها من غير لحمة مفرومة. هتنزلي البتنجان في شوية زيت صغننة، زي اللي احنا حطيناهم كده في تعصيقة اللحمة. تمام. وهتشوحي البتنجان شوية على النار لحد ما تحسي ان هو دبل شوية كده. وبعد كده ايه، هتحطي بقى التوابل بتاعتك، فلفل اسود، شوية كمون، شوية بهارات، ملح، مكعب مرقة، وهتحطي بقى فصين توم. وهتقلبي كل المكونات دي ببعضها. وبعدين هتنزلي بقى ايه بالطماطم بتاعتك. بس قبل ما تنزلي بالطماطم برضو هتنزلي بمكعبات البطاطس عشان البتنجان والبطاطس ياخدوا سوا بعض. زي ما انتم شفتوا كده معايا في اول الفيديو. كانت البطاطس بصوا مش مهرية وكانت حلوة، والبتنجان برضو كان جميل جدا بصراحة. بصوا احنا نزلنا بحتة توم مهروسة كبيرة. طبعا هنقلب بقى كل المكونات دي ببعضها زي ما انتم شايفين. بصوا البتنجان دبل معايا ازاي. طبعا مش شارب زيت يا جماعة. برضك الوصفة دي على فكرة للي عاملة دايت، بس تقللوا الزيت على قد ما تقدروا. تمام. بصوا بقى نزلنا بالبطاطس بتاعتنا برضك هنقلبها كام تقليبة كده على النار.
طبعا بصوا بقى ريحتني بصراحة الوصفة ديت بقى، ولا دهولت لك البوتاجاز زيت، ولا البتنجان شارب زيت، ولا ده يعني، ولا الزيت اتنطر على البوتاجاز بقى، ولا دهول الدنيا، ولا اتلسعتي من طرطشة الزيت، ولا الحوارات دي كلها. هنبقى محضرين بقى معانا الطماطم. بصوا بقى الطماطم انا بضربها في الكبة نص ضربة، برضك ما تنعميش الطماطم قوي، زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. انا بصوا ضربتها نص ضربة. طبعا هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا زي ايه ما انتم ما شايفين كده. بصوا يعني البتنجان معايا دبل، والبطاطس خدت تحمير بسيط جدا. هننزل بقى بالطماطم بتاعتنا. بصوا، صلوا على النبي كده، وطول ما انتوا واقفين اذكروا الله وسموا الله كده، الحاجة هتطلع جميلة معاكم. طبعا ديت بقى كنت حطيت شوية بهارات صغيرة كده زي ما انتم ما شايفين. وهننزل بقى ببقية الطماطم، وبعد كده هنقلب وهنسيبها بقى تتسبك. ودي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، مسقعة بدون زيت يا جماعة، وجميلة قوي للي عاملين دايت. ده اللي نزل دوت مكعب مرقة دجاج عشان تبقوا عارفين. وانتوا بقى هتدوقوا الحياء بتاعها، وتقدروا ان انتوا تظبطوا حياءها على زي ما انتم عايزين يعني. بصوا، طبعا انا مش قادرة اوصف لكم الريحة كانت عاملة ازاي. الريحة كانت تحفة، والطعم كان اجمل بصراحة يا جماعة. كانت جميلة جدا جدا. والاكلة دي مش عايزة جنبها اي حاجة خالص، ولا بقى بطاطس محمرة، ولا بتنجان مخلل، ولا اي حاجة خالص، هي كده عسل. بصوا انا حطيت برضو شوية ملح عشان اظبط الحياء بتاعها. طبعا بقى هنسيبها ايه، هنسيبها بقى تستوي مع بعضها كده لحد برضو لما تتسبك. حابة تعمليها صلصة كتير شوية، زودي الطماطم، بس انا حابة الطماطم كده تكون قليلة ما تبقاش كتير. وتاني حاجة لو عندك صلصة انزلي بمعلقة صلصة صغيرة، مش كتير برضو. زي ما انتم ما شايفين كده، دي كانت وصفة اليوم بتاعتنا، ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم. وما تنسونيش بقى في لايك، ويا ريت تشيروا الفيديو لحبايبكم واصحابكم عشان خاطر قناتي تكبر بيكم. وبحبكم كتير كتير كتير. وشكرا جدا جدا لكل اللي بيتابعني، وكل اللي بيدوس لي لايك، وكل اللي بيكتب لي تعليق حلو. بشكركم كتير وبحبكم قوي. ويا رب فيديو النهاردة يعجبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.